انا ناقص وانت ناقص وانتي ناقصه، كلنا ناقصين. اكيد ما بشتمكمش لان اكيد ما بشتمش نفسي برضو، بس دي الحقيقه اللي بتاكدها الحياه والدنيا اللي احنا عايشينها. مفيش حد فينا كامل، ومفيش حد فينا يجرؤ انه يوصف نفسه ان هو كامل، او ان هو يعيب في حد، او انه يقول ان فلان ناقص في كذا ناقص في كذا. مش من حقك، لا مش من حقك ومش بتاعتك ولا مطلوب منك، ولا لما تقولها هتفرق مع غيرك. خليك في حالك واعرف ان انت ناقص. ابراهيم شاب مصري، اولا بحييه على شجاعته في انه يبعت رساله بالشكل ده وبالتفاصيل دي، بحييه جدا يعني. مش كتير عندهم الشجاعه بتاعت ابراهيم في انه يحكي التفاصيل اللي هو حكاها. ابراهيم من اسره متاثره الحال، اخواته البنات الاثنين اتجوزوا، وفضل هو لسه ما اتجوزش مع انه اكبر واحد فيهم، وصل سنه لغايه 34 سنه. والدته ووالده عاملين يضغطوا عليه عشان يتجوز اتجوز 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 اتجوز، وهو الموضوع شايله خالص من دماغه، وناجح جدا في حياته العمليه. محقق اللي محدش محققه لما يوصل لغايه سنه يعني، او الناس اللي في سنه مش محققينه. سبق كل زمايله في الكليه بمسافه كبيره جدا بسبب تفوقه في الشغل، ونسي خالص موضوع الحياه الزوجيه ان هو يتجوز يعني. والده ووالدته بيلحوا عليه بشكل مكثف، والالحاح بيزيد، زاد كمان عليهم الحاح اخواته البنات، بيتصلوا بيه على طول ان هم اتجوزوا وسافروا بره، بيتصلوا بيه يا ابراهيم ما ينفعش، يا ابراهيم يلا، يا ابراهيم العمر بيعدي، يا ابراهيم يلا عشان تلحق تجيب لك حته عيل تفرح بيه، والكلام اللطيف بتاعنا ده. زاد الضغط عليه اكتر واكتر من صاحبه وليد، صاحب عمره يعني. يلا يا ابني اتجوز، وليد اتجوز وخلف هو كمان، هما الاثنين في سن بعض، فعايز تشوف صاحبه كمان عنده حته عيل وعايش حياه مستقره وكده. اتوفى والد ابراهيم الله يرحمه، فهنا والدته بدات تضغط اكتر، وكانها حست ان ايه، ان الضغط على الولد لازم يبقى مضاعف، ضغط مني وضغط من والده الله يرحمه. فبدات تضغط عليه بشكل مكثف كتير قوي قوي وبزياده قوي، لغايه ما خلاص ماشي اوكي، قرر ان هو يقعد مع بناته كده ويشوف يعني، يشوف ويختار يعني. قعد مع عروسه ومع 2 ومع 3 ومع 4 ومع 5، 5 عرايس قعد معاهم في محيط المعارف يعني، ومحيط الزملاء والجيران وكده. كل واحده كان بيقعد معاها كان بيطلع بانطباع جيد عنها، بس يجي يقول ايه فلانه دي كويسه وكل حاجه وكذا كذا كذا يعني، يقول مميزاتها، بس للاسف سمره شويه، انا مش عايز اتجوز واحده سمره، ده هو قال كده فعلا يعني. يجي بعد كده في واحده تانية، فلانه دي كويسه وكل حاجه بس بتحط بيرفيوم ريحته يعني انا مش حاببها. ده سبب فعلا، هو ده سبب من ضمن الاسباب يعني. فلانه دي مش عارف ايه، فلانه دي مش عارف ايه، قاعد يقول عيوب في يعني كل بنت يقعد معاها يقعد يطلع فيها عيوب ويطلع فيها القطط الفطسانه زي ما بنقول يعني. لغايه ما وليد في مره جه قال له يا ابراهيم، بس ده مش منطقي يعني، انت عمال تقول حاجات مش منطقيه، حاجات تتعدى يعني، انت ناسي كل المميزات وبتبص بس في العيوب. قال لا، انا قلت المميزات بمنتهى الحياد وقلت العيوب برضه. قال له بس انت كده بتشتغلنا، انت كده بتاخدنا على قد عقلنا انا وامك يعني، بتروح تقعد مع عرايس لمجرد بس انك انت ترضينا، لكن انت واضح ان الموضوع في دماغك. قال له والله العظيم الموضوع في دماغي، بس برضه والله العظيم انا مش عايز يعني، انا الحاجات التفاصيل دي تفرق معايا، انا بدور على واحده تكون متكامله، شبه متكامله يا سيدي، مش كامله في كل حاجه يعني. فوليد حب يعلمه درس، وابراهيم حتى ليه بقول لكم ابراهيم شجاع، لانه حكى الموضوع بمنتهى البساطه يعني، وحكاه كانه مش ازمه، رغم ان هو عمل ازمه بينه وبين وليد بعد كده. اللي حصل ان وليد قال له طب بص يا ابراهيم، اديني فرصه عشان اثبت لك ان انت وجهه نظرك دي غلط. قال له هتعمل ايه يعني؟ قال له هلعب معاك لعبه كده، بس اديني فرصه. قال له الفرصه قد ايه؟ قال له اسبوع. قال له ماشي خلاص انت حر، مش هتقعد شهر كده وكده يعني محبب مع عليا يعني. فغاب وليد اسبوع ورجع بعد كده معاه فلاش ميموري، فقال له خد اتفضل. قال له ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخ وليد راح قعد مع ال5 بنات اللي ابراهيم قعد معاهم ورفضهم، وراح اتكلم معاهم باعتباره يعني ان هو صاحب ابراهيم الانتيم، وان هو كمان قريبه ومعرفش ايه، وقعد يتكلم مع البنات ويسجل مع البنات ايه اللي ما كانش عاجبهم في ابراهيم يعني. انت يا عم ابراهيم قلت بمنتهى الاريحيه ايه اللي مش عاجبك في البنات، تعالى بقى اسمع وجهه نظر البنات فيك بقى. خلاص الفويس نوتس اللي موجوده، اللي كانت موجوده على الفلاش ميموري، عددهم مدتهم 44 دقيقه، 44 دقيقه ال5 بنات كل واحد فيهم اتكلمت بمنتهى الراحه عن مواصفات ابراهيم، وكانها بتكلم ابراهيم يعني بالاتفاق مع وليد. اول واحده مثلا اديكم 3 امثله اللي هو قالهم يعني. اول واحده قالت ابراهيم شاب لطيف جدا من عيله ومتاثر الحال وكل حاجه، الغريبه ان هو يعني ما خدش باله من تفوقي الدراسي، وان انا معيده في كليه مهمه جدا 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 في مصر، وان انا الاولى على جامعتي، وان انا كمان من عيله كبيره، وان انا وركز بس على حته السمار، ان انا سمره شويه. وايه السمار يعني؟ هو السمار ده عيب؟ ده السمار ده نص الجمال.
وبعدين هو نسي حاجه مهمه، طب ما انا كمان خدت بالي يا ابراهيم ان انت اصلع. فابراهيم كاتب لي في الرساله بيقول ايه؟ بيقول انا والدي كان اقرع وعمامي قرع واولاد عمامي قرع برضه، فغالبا الصلع اللي عندي صلع وراثي، بس انا ما كنتش واخد بالي منه. يعني انا عارف ان انا شعري خفيف بس ما كنتش عارف ان انا اقرع او ان انا اصلع او ان انا هصلع. قالت لا انت يا ابراهيم داخل في مرحله الصلع. البنت بتتكلم ما بتكلمش ابراهيم، بتسجل فويس نوت يعني لوليد عشان يبعته له يعني. فانت يا ابراهيم اصلع. فقال اول مره حد يقول لي الكلمه كده، او اول مره اسمع كده حد بيوصفني بان انا اقرع او اصلع او هصلع. فالكلمه قبضتني. البنت الثانيه بتقول له انت ابراهيم شاب لطيف جدا وكل حاجه ودمه خفيف و و و و و بس في عيب كبير جدا ان هو بيدخن وريحته سجاير، ويا ريتها سجاير كويسه، سجاير من النوع اللي هو اللي ريحته بتنفر منفره. يعني انا طول القعده لما قعدنا المرتين اللي احنا قعدناهم انا ما كنتش مستحمله ريحته من السجاير. فبرضه لما سمع الجمله دي ابراهيم ايه ده؟ سجاير؟ انا ريحتي كده؟ انا متشاف كده؟ انا مش عارف ايه. البنت الثالثه جت قالت ابراهيم بخيل، بيحسبها قوي. واكتر حاجه تهرب اي بنت من اي علاقه او تخوف اي بنت من اي علاقه ان الطرف الثاني بتاعها يكون بخيل. لما كان بيحاسب واحنا قاعدين في الكافيه في المرتين اللي احنا قعدناهم او الثلاث مرات اللي احنا قعدناهم، كان بيقعد ايه يحسب، يقول للجرسون ايه لا ثانيه انتوا ليه حسبتوا دي؟ هو الضرايب هنا كام؟ 12%. طب وليه هنا ويطلع على الحاسب يقعد يحسب بس انتوا هنا حاسبينها 13% مش 12%. تفاصيل صغيره. لا انت بخيل يا ابراهيم، انت رفضتني. البنت الثالثه بتقول يعني في الفويس نوت انت رفضتني علشان احنا مقاطعين خالي، وخالي عنده مشكله كده يعني مشكله اخلاقيه يعني يتحبس بسببها، فاحنا مقاطعينه، احنا مالناش علاقه بيه. هو احنا خالي ده متربي معايا؟ لا خالي ده حصل معاه مشكله فاحنا مقاطعينه. انت قلت ان خالها اتحبس قبل كده فانا مش هناسب البنت دي. طيب انت بقى نسيت ان انا ناجحه في شغلي، نسيت ان انا مديره معرض عربيات وانا سني صغير، نسيت ان انا كذا كذا كذا، ونسيت برضو ان انت بخيل. انت بخيل جدا، ولو كانت الاختيار كان عندي كنت اقول ان انت بخيل عشان كده انا رفضتك. وسمع البنت الرابعه وسمع البنت الخامسه، سمع عيوبه بشكل قاسي شويه، زي ما كان هو بيعيب في البنات وبيعيب فيهم ويقول عيوبهم، سمع العيوب بتاعته بشكل مكثف. سمع 5 عيوب مختلفين عن بعض. ووليد حتى بيقول له على فكره وانا بتكلم معاهم واتفقت معاهم ان انا اسجل يعني ده هم انا ما كنتش عارف مين فيهم هيقول انهي عيب، يعني كنت فاكر ان هم كلهم هيقولوا عنك عيب واحد مثلا، لكن طبعا ان كل واحد فيهم شايفاك بنظره مختلفه، كل واحد فيهم شايفه فيك عيب مختلف. بالمناسبه ال5 بنات في 4 منهم كانوا بيقولوا احنا رغم العيب الفلاني اللي كل واحد فيهم شايفاه يعني انا ما كانش عندي مشكله ان انا استمر مع ابراهيم خالص. يعني هم كانوا عندهم كمان استعداد ان هم يتعايشوا مع العيوب دي. ابراهيم زعل مع وليد جدا وخصمه، لا وانت متفق معاهم وده كلام فارغ وانا مش مصدق الكلام ده وبتاع، وقعد مقاطع صاحب عمره 3-4 شهور. وبعد كده لما جه قعد مع نفسه وهدي وفكر بيقول لك اكتشفت ان هم صح وانا اللي كنت مزودها، انا اللي كنت بدور على الكمال، انا اللي مش كامل كنت بدور على الكمال، ونسيت ان انا ناقص، ان انا شخص ناقص. مفيش حد فينا كامل، احنا بشر، مفيش بشر كامل، مفيش حد بيمتاز بكل المواصفات المثاليه اللي في الدنيا. لكن انت بتدور على اكتر حد عيوبه او نواقصه ينفع تمشي مع عيوبك ونواقصك، لانك انت كمان مش كامل. فده الدرس اللي اتعلمه ابراهيم واللي قرر ان هو يبعته في الرساله علشان يقوله لنا، علشان نفهم كلنا ان احنا مش كاملين، احنا كلنا انا وانت وانتي كلنا ناقصين. في رحله البحث عن الكمال الواحد بيضيع من ايده ناس وفرص زي الذهب، وبننسى ان الكمال فكره وهميه وبتمسح باستيكه فضيله الرضا. خدها قاعده، مفيش حد في الدنيا بياخد كل حاجه، واحيانا ممكن تقبل بنقص ما دلوقتي علشان مكسب تاني اهم واقيم بكره وقدام وبعدين. المهندس ويليس كارير قال: من الكمال ان تدرك نقصك، ومن النقص ان تظن بانك كامل. كمالك في رضاك. شكرا ليكم. معنى انك انت وصلت الفيديو لغايه اللحظه دي معنى كده ان الفيديو عجبك. بنشكركم دايما على دعمكم، وبنشكركم دايما على تعليقاتكم وعلى الشير، وبنقول لكم ان الشير دايما بيساعدنا ان احنا نوصل لناس تانية اكتر وان احنا عيلتنا تكبر. في انتظار تعليقاتكم. شكرا لكم.